فيلم النهارده بيتكلم عن الشاب داني اللي بيتعرض للتنمر في مدرسة من طلاب ومقاتلين أقوياء، فبيضطر يتعلم الكاراتيه على يد راجل عجوز علشان يتصدى ليهم ويعلمهم الأدب. وبتبدأ الحكاية في مدينة نيوجيرسي مع دان وأمه لوسيل اللي كانوا عايشين حياتهم في المدينة في هدوء وسلام، ولكن للأسف بيضطروا إنهم يسيبوا المدينة ويسافروا لكاليفورنيا علشان لوسيل يتنقل شغلها لهناك. وبعد رحلة طويلة في العربية القديمة المتهالكة واللي تعبتهم جدا في السفر بيوصلوا بالسلامة أخيرا لوجهتهم. وبيكون دان متضايق جدا لانه ساب اصدقائه ومش عارف ايه اللي هيقابله في المدينه الجديده، ولكن لوسيل بتحاول ترفع عنه وتخليه يقتنع ببيتهم الجديد واللي بيكون في مجمع سكني بسيط محاط بالنخيل. واول لما بيقف دايما قصاد البوابه بيخبطها بكل قوتها وبسببه بيقع شاب على الارض وهو بيتوجع، ولكن بسرعه بيتعرفوا على بعض. وبيطلع انه جارهم فريدي اللي ساكن في الشقه 17 على طول بيساعد دان في حمله بتاعته وبيفرجوا على المجمع. وبيكون حمام السباحه بايظ وقديم ومحدش بيستخدمه ومفيش اي اهتمام بالمكان عموما. واثناء ما شون بيقابلوا الجاره العجوزه اللي بتكون برضه من نيوجيرسي وبيتعرفوا على بعض، ولكن دان بيعجب اكتر بالكلب بتاعها وبيبدا يحس بالبهجه والسعاده. وبعد ما بيودع فريدي بيخش دان وبيتفرج على شقتهم البسيطه، فبيتعرفوا امها انها تتكلم مع اداره المكان علشان يصلحوا حمام السباحه، ولكنهم بيكتشفوا مفاجاه تانيه مستنياهم وان حنفيه الميه بايظه وبتبهدل الدنيا. فبيجري دان علشان يتكلم مع مسؤول الصيانه مياجي واللي في الوقت ده كان مشغول، واول لما بيشوف دان بيقول له انه هيجي بكره ويصلحها. تاني يوم بيروح دان مع فريدي للشاطئ وهناك بيلعبوا بالكره وبيبسطوا جدا مع باقي الاصدقاء على الرمال. وبيبقى فيه هناك بنات كتير موجودين، ولكن دان بيتشد لوحده بس وما بيقدرش يشيل عينه من عليها وهي إيلي، وهي كمان اول لما بيشوفه بتبتسم له وبتنزل للبحر. وبيعرف دان من اصدقائه انهم من سكان المنطقه الراقيه بالمدينه وان ابوها غني جدا ومن بعدها وطول الوقت ودان مركز معاه جدا، ومن كسوفه ما بيبقاش عارف يروح ويتكلم معاه بالرغم من اعجابها بيه. فبيرمي فريدي الكره عندها وبيخلي دان يروح ويجيبها وبيتكلم معاها، وبالفعل بيفتحوا مواضيع كتير وبيتعرفوا على بعض. ولكن بتقطع الوقت الجميل بوصول جوني واصدقائه المتنمرين على موتوسيكلاتهم، واول لما جوني بيشوفهم هما بيتكلموا مع بعض وبيلعبوا الدم بيغلي في عروقه، وبيجري بسرعه يتخانق مع إيلي ولكنها ما بتبقاش راضيه تتكلم معاه. وبيتعرفوا ان كل شيء بينهم انتهى، ولكن جوني بيصر انه يتكلم معاها وبيضايقها بشده لدرجه انه بيكسر لها الراديو بتاعها، فبيضطر دان انه يتدخل ويدافع عنها. وساعتها جوني بيمسكه يضربه بشده لدرجه انه بيقع على الارض وهو بيتألم جدا، ودان ما بيبقاش قادر يقاومه. من الواضح انه قوي جدا ومهاراته عاليه في القتال، وما بيقفش غير لما بتتخانق معاه إيلي وبتوقفه عند حده. وبتروح تطمن على دان اللي واقع على الارض وبيكون كرامته وجعاه اكتر من الوجع الجسدي. بعد ما تهز قصاد الكل وما بيرضاش يتكلم مع إيلي وبيطلب منها تمشي وتسيبه. تاني يوم بيصحى دان وهو لابس النضاره السوداء وما بيرضاش يقعد ويفطر، فبتحس انه في حاجه غلط وبتكتشف ان عينه وارمه جدا فبتترعب عليه. وبيضطر دان انه يكذب عليها وبيقول لها انه وقع من على العجله مش اكتر. وبيتحرك على المدرسه وهناك بيلاقي جوني وشلته، بس بيجري بسرعه من قصادهم وبيروح لحصه الرياضه، وهناك بيقابل فريدي والباقي اللي بيتريقوا عليه بعد اللي حصل له وبيسيبوه وبيمشوا. فبتيجي إيلي وبتعتذر له على اللي حصل لان كل ده بسببها وبتطمن عليه وبتلعب معاه وهي سعيده لحد ما بتضطر تروح لفرقه التشجيع تتدرب معاهم. وطبعا جوني وشلته مش هيسيبوه كده، واثناء مباراه كره القدم بيوقعوه وبيضربوه، فبيجي المدرب وهو في قمه غضبه وبيطرد دان من الفرقه وبيمنعه من الدخول للفريق او اللعب معاهم. فبيمشي دان وهو غضبان ومتعصب جدا وبتلاحظ إيلي اللي حصل وبيصعب عليها جدا. بيرجع دان على البيت وبيجيب كتاب لتعلم الكاراتيه علشان يقدر يدافع عن نفسه ضد جوني واللي معاه. وفي الوقت ده بيجي مياجي علشان يصلح الحنفيه وبيلاحظ اللي بيعمله دان انه بيتعلم الكاراتيه من كتاب، فبيتكلم معاه وبيلاحظ الضربه اللي في عينيه فبيفهم بخبرته كل شيء. ومع رجوع دان للمدرسه بتيجي إيلي وبتتكلم معاه وبيتقرب منه، ومن الواضح اعجابها بيه، وبتكون جمعت معلومات كتير عنه وعرف قصته جه منين بالظبط. وبيتعرفوا انها حزينه جدا علشان اللي حصل له في فريق كره القدم، وبتحكي له عن جوني وان حبيبها السابق وسابوا بعض من اسابيع علشان كده كل ده حصل. بعد المدرسه بيروح دان لمدرسه المدينه لتعلم الكاراتيه، وبيكون فاكر انه هيبقى مقاتل قوي وهيقدر يتصدى لجوني، لكنه بيتفاجئ ان هو نفسه واحد من تلاميذ المدرسه وفي الحقيقه من افضل الطلاب فيها. وبيبدا وهو مصدوم وبيسمع المدرب واللي كان جندي في الجيش هو بيعلم التلاميذ عدم الرحمه في ضرب الخصوم، وبيعرف ان ملوش مكان هنا وبيمشي وهو متضايق وبيروح يقابل مامته في المطعم علشان يتغدوا، وبيبين عليه الحزن الشديد. ولما بيحكي لها انه خلاص مش عايز يخش مدرسه تعليم الكاراتيه بيظهر عليها الفرح لانها ما كانتش هتقدر تدفع له المصاريف، وبتفتح معاه مواضيع البنات وبتعرف منه انه اتعرف على إيلي وبتكون بالنسبه له اجمل بنت في المدرسه كلها ومش عارف يشيلها من تفكيره وبيتكلم عليها بكل حب وعينه بتطلع قلوب. وبالليل بيتحرك دان بالعجله واثناء هو ماشي في الطريق بيتفاجئ بجوني وفريقه بيجروا وراه بالموتوسيكلات وبيفضلوا يضايقوه لحد ما بيقعوا من فوق الطريق، وبسببهم
العجله بتخرب ودان بيصاب بشده في وشه وما بيبقاش قادر يتحرك من مكانه بسبب الوجع الشديد، ولكنه بيصمد وبياخد العجله وبيرجع للبيت وهو متعب وبيرمي العجله في الزباله بعد ما بيكسر فيها. وفي اللحظه دي بيكون لوسيل رجعت من الشغل وبتشوفه في حاله انهيار الصعبه، فبتجري عليه وهي مرعوبه وما بيرضاش يقول لها على اللي حصل، وكل اللي بيطلب منها وهو بيبكي انهم يرجعوا لبيتهم القديم. فبتحاول لوسيل تتفاهم معاه لان الموضوع ده صعب جدا في الوقت الحالي، وكل ده كان بيحصل جنب غرفه مياجي اللي من الواضح انه ناوي على شيء. وفي المدرسه بيتكلم دان مع إيلي وبيكذب عليها وبيقول لها ان السبب الحادثه انه وقع من على الموتوسيكل بتاعه، فبتعزمه يروح معاه لصاله الالعاب. وفي الاول بيوافق، لكن اول لما بيشوف جوني بيسيبها وبيجري وبيتحجج انه مشغول جدا. يرجع دان على البيت وبيتفاجئ ان العجله بتاعته رجعت سليمه وفي احسن حال كمان، فبيفرح جدا وبيجري على مياجي وبيعرف ان هو اللي صلحها فبيشكره على المساعده. وبعدها بيلاحظ ان من نهايات مياجي عمل الشجر الصغير وتشكيله باشكال مختلفه وبيبقى معجب بيهم، فبياخدوا مياجي وبيدربوا ازاي يعمل الشجر ازاي وبيقعد طول الليل وهو سعيد جدا. فبتيجي امه بتلاحظ انه مبسوط وده بالنسبه لها اهم حاجه، وبتشكر مياجي على كل اللي عمله علشانهم. وهو بيكون طيب جدا وبيدي شجره منهم هديه للوسيل، وبالطبع بيخلي دان ياخد الشجره اللي اتعلم عليها علشان يتدرب اكتر. تاني يوم في المدرسه بيبقى من الواضح ان دان بيتجنب الكلام مع إيلي، وكل لما بيشوفها بيمشي وبيقضي اليوم من غير ما يوريها وشه. وبعد المدرسه بيروح يقضي اليوم مع مياجي وما بيبقاش عايز يروح لحفله الهالوين علشان محدش يشوفه، ولكن مياجي بيقنعه يروح متنكر في شكل بانيو استحمام. واول لما بيخش الحفله إيلي بتحس بيه وبتعرفه وبتروح تتكلم معاه وهي سعيده، وبتعرفوا انها كانت بتدور عليه طول الوقت وهو بيفرح، وبيقربوا من بعض اكتر وبيرقصوا وهم حاضنين بعض. ولما بيروح للحمام بيعرف ان جوني قاعد وبيلف له السجاره، فبينتهز الفرصه علشان ياخد حقه، وبيمسك خرطوم الميه وبيفتحه عليه وبيطلع يجري. طبعا جوني بيتعصب جدا وبياخد اصدقائه وبيجروا ورا دان بكل سرعتهم وبيطردوه عبر شوارع المدينه، والحفله كلها اتفرجت على اللي حصل. وبيبقى دان فاكر انه هيقدر يهرب منهم بعد ما يتسلق السور، ولكنهم بيقدروا يمسكوه في اخر لحظه وبيضربوه بكل قوتهم، لدرجه ان صديقهم بوبي بيصعب عليه وبيتخانق معاهم وبيحاول يوقفهم. وفي اللحظه دي بيقفز مياجي من فوق السور وبيتصدى لجوني اللي معاه وبضربات قويه وسريعه جدا بيوقعهم على الارض، ومحدش منهم بيقدر يتحرك. ومن صعوبه اللي عملوه في دان الواد ما بيبقاش قادر يتحرك وبيغمى عليه، فبياخدوا مياجي لغرفته وبيعالجوا بالطرق اليابانيه القديمه. ودان بعد ما بيفوق ما بيبقاش مصدق نفسه ان العجوز ده محترف جدا في الكاراتيه والواحد قدر يتصدى لجون واللي معاه. فبيحكوا له مياجي ان فندنته وكل الناس ما يعرفوش غير الصيد والكاراتيه ومحترفين جدا فيه ويعتبر اسلوب حياتهم الاساسي، وبيفهموا ان مشاكله مش هتتحل بالكاراتيه والانتقام شيء غير صحيح، وان اساس الكاراتيه هو الدفاع عن النفس مش اكتر. ولكن اصدقائه في المدرسه بيستخدموه بطريقه سيئه، والاكيد ان ده بسبب المعلم الخاص بيهم. علشان كده بيروح مع دان تاني يوم لمدرسه تعلم الكاراتيه، وبيلاقي ان المعلم بيعامل طلابه بكل قسوه ووحشيه، وكمان بيخليهم يضربوا بعض بطرق غير اخلاقيه. والافظع انه بيعلمهم من هنا مفيش اي رحمه، لان الرحمه للضعفاء فقط، وان اي حد قصادهم هو عدو لازم يعاملوه بقسوه. فبيتكلم ياجي مع المعلم وبيطلب منه ان طلابه يسيبوه دان في حاله وما يقربلوش تاني، وبيفهموا ان اسلوبه في تعليم الكاراتيه غلط، وان ما ينفعش 5 يجتمعوا على واحد ويضربوه زي اللي حصل امبارح. فبيتحدى المعلم ان دان يخش في قتال مع جوني 1 ضد 1، ولكن مياجي بيرفض وبيتفقوا ان القتال يكون في بطوله المنطقه للكاراتيه، وان لحد يوم البطوله ما حدش يقرب من دان علشان يقدر يتدرب كويس. فبيوافق المعلم وبيمر طلابه ان ما حدش منهم يقرب من دان نهائيا، ولكن بيحذرهم انهم لو ما جوش البطوله هيحصل لدان حاجات افظع بكتير من اللي حصلت. وبعد ما بيخرجوا من المدرسه دان بيبقى متعصب لانه اتدبس في قتال بعد شهرين، وفي بطوله كل اللي فيها متدربين بقالهم سنين، وعلشان كده مياجي بياخدوا البيت وده المكان اللي هيتدرب فيه كل يوم لحد يوم البطوله. واول حاجه بيفهموا انه مش مهم يفوز او يخسر في المباريات، المهم انه يقاتل بشرف وينال احترام الجميع. واول حاجه مياجي بيفهموا انه لازم يكون مستعد كويس جدا للكاراتيه، وبيوعدوا انه هيتدرب كويس جدا، والمهم انه ينفذ كل الاوامر بدون نقاش. وعلشان كده في البدايه بيجيب له جردل وفوطه وبيطلب منه يغسل كل العربيات وبعد كده يحط عليهم الشمع، وبالفعل بيقضي طول اليوم في تنفيذ تعليماته وهو مش فاهم ايه علاقه ده بالكاراتيه. ولما بيخلص بيلاقي مياجي رايح في سابع نومه وقاعد بيتامل، فبيسيبه وبيمشي تاني يوم بيروح للمدرسه وبيقابل إيلي علشان يثبت له انه واد جامد. بيروح يقف قصاد جوني اللي معاه، وطبعا محدش منهم بيقدر يقرب منه وبيكتموا الغضب جواهم. وطبعا دان بيرسم نفسه قصاد إيلي وبيتفق معاه يتقابلوا يوم السبت في بيتها ويتعرف على اهله، وفي الميعاد المحدد بتوصل امه للبيت واللي بيكون فخم جدا والمنطقه راقيه، ومن الواضح انها إيلي اغنياء فعلا. وهي بتيجي وبيتعرفوا على علاء وهو متوتر جدا، وبعدين بتتحرك معاه ومع لوسيل اللي بتوصلهم لمركز الالعاب، وهناك بيبدا اللقاء اللي مستحيل ينسوه بين الالعاب المختلفه، والاتنين بيكونوا في قمه سعادتهم والحب بيكبر ما بينهم، وبيخشوا سوا يتصوروا علشان يوثقوا اليوم ده ويكون معاهم ذكرى للابد. وبعد ما بيخلصوا يومهم بيلاقي دان ان كل اصدقائها معاهم عربيات حديثه ورائعه، وحتى كمان جوني، وعلشان كده دان بيحزن جدا وبيمشي معاه وهو متضايق.
دقايق. وتاني يوم بعد المدرسه بيروح لمياجي في بيته بيلاقيه عامل حديقه رائعه وبيحس انه دخل الجنه من جمالها، ولكن فرحته ما بتكتملش مع طلب مياجي انه يصنفر الخشب اللي موجود كله. وبالطبع دان بيتضايق وبيبقى نفسه يعرف هيتعلم الكاراتيه امتى. وكالعاده بيقضي طول اليوم في تنفيذ اوامر مياجي لدرجه ان كتفه بيوجعه وبيتعب بشده، فبيطلب منه مياجي انه يرتاح ويجي بكره بدري من الساعه 6 علشان يبدا تدريباته من بدايه اليوم. ومع اليوم الجديد بيوصل دان وبيلاقي ان مياجي بيحاول يمسك دبانه بعصيان الاكل، بيعرفوا ان الشخص اللي يقدر يعمل كده يقدر يحقق اي حاجه في حياته، وللاسف هو لحد دلوقتي ما قدرش يعمل كده. فبيخش معاه دان في تحدي وفي خلال ثواني بتحصل المعجزه وبيقدر يمسكها فعلا، فبيضايق مياجي وبيقول عليه حظ مبتدئين، وبياخد دان وبيخليه يدهن سور الحديقه بطريقه معينه. وطبعا المهمه دي هتاخد منه طول اليوم كالعاده لان السور كبير جدا، وبيبقى من الواضح انه متضايق جدا ومش فاهم كل ده ايه علاقته بالكاراتيه. وبعد ما بيخلص المهمه بيطلب منه يعمل الجهه الثانيه من السور، فبينفذ اوامره لحد ما بيجي الليل وبيخلص المهمه بنجاح، بس بيكون تعب جدا. وتاني يوم بيوصل دان وبيلاقي ان مياجي مجهز له مهمه جديده وسايب له ورقه بيقول له فيها يدهن البيت كله، فبيتضايق دان وبيتعصب جدا، وبالرغم من كده بيقوم بالمهمه لحد ما بيجي مياجي من رحله الصيد بتاعته. ده بيخلي دان متضايق اكتر علشان كان نفسه يروح يصطاد معاه، وبيقول له ان كل ده ما بيتعلمش كاراتيه وكان مجرد عبد عنده بينفذ مهمات ملهاش علاقه بفنون القتال. وبيبقى في قمه غضبه وبيستعد علشان يمشي، ولكن مياجي بيوقفه وبيفهمه ان كل المهمات دي كان ليها غرض معين، يعني مثلا صنفره الارض الخشبيه وتلميع العربيات بالشمع، وكل اللي كان بيعمله بيعلمه حركات اساسيه في الكاراتيه. وبالطريقه دي هو اتعلم بطريقه غير مباشره لوقت طويل وبقى ممتاز جدا فيها، وده الغرض الاساسي من كل ده. وفي النهايه مياجي بيهجم عليه بحركات سريعه جدا وبيتصدم دان لما بيلاقي نفسه قادر يصدها بكل سهوله بسبب اللي اتعلمه، وما بيبقاش مصدق نفسه وبيمشي وهو سعيد وواثق في نفسه. وتاني يوم بيقابل مياجي على الشاطئ علشان تدريب جديد، ومن خلال البحر والامواج المفروض يتعلم التوازن. وبيطلب منه مياجي يخش لعمق كبير ويصارع الموج ويتوازن وما يقعش نهائيا، ولكن الامواج في الوقت ده بتكون عاليه ومهمه دان بتكون صعبه جدا، بس بيحاول على قد ما يقدر ينفذ الاوامر. وبيلاحظ ان مياجي واقف على رجل واحده على اوتات خشبيه، وبيعمل تقنيه حركه طاري الكاركيو اللي بتعتمد بشكل كبير على التوازن والقتال برجل واحده. علشان دان يتعلمها لازم في الاول يتعلم مبادئ التوازن. وبعد ما بيخرجوا من البحر بيلاقوا مجموعه قاعدين في العربيه وبيشربوا ورافضين يتحركوا، وساعتها مياجي بيعلمهم درس محترم بيرعبهم بيه. وفي يوم الجديد بيروح دان مع مياجي في رحله صيد على المركب، وبيقعدوا في منتصف البحيره، وطبعا ده بيكون تكمله لدرس التوازن. وبيطلب منه يقف على طرف المركب وما يتحركش، وفي نفس الوقت يتدرب على الحركات اللي اتعلمها. وبيفهموا ان التوازن اهم شيء في فنون القتال، ومن غيره هيبقى مقاتل فاشل. وبيحكي له ان بالرغم من مهاراته العاليه في الكاراتيه ولكنه بيكره القتال، وبيتجنبوا ان اهم شيء ان يتعلم فنون القتال علشان يدافع عن نفسه مش اكتر. وفي يوم بتبقى فيه حفله فخمه جدا، وبتروح إلي مع علاء وبتتضايق لما بيظهر جوني، وبتبقى عايزه تمشي وتروح تقابل دان، ولكن ابوها بيخليها ترقص مع جوني اللي بيحاول يفتح معاه موضوع رجوعهم لبعض، فبتقفل الموضوع في وشه وبيكمل الراس علشان ما تكسفوش. وفي الوقت ده بيكون دان قاعد مستنيها بره المكان، ولما بيلاقيها اتاخرت بيضطر يخش للحفله، وساعتها بيتفاجئ وبيتصدم لما بيشوف إيلي بترقص مع جوني. والوقت اول لما بياخد باله من وجود دان بيعمل نفسه بيبص علشان يغيظه، وبالفعل هو بيتضايق جدا وبيمشي قبل ما يشوف إيلي وهي متعصبه وبتهزقه على اللي عمله. ولكن الحفله بتتقلب لضحك لما بيشوفوا دان وهو واقع على الارض بعد ما خبط في الجرسون وهدومه غرقانه بالاكل. وطبعا موقف زي ده مستحيل ينساه، وبيمشي وهو صعبان عليه نفسه وبيبكي، وبيروح لمياجي علشان يتكلم معاه، لكنه بيتفاجئ انه قاعد بيشرب ومدهول خالص وهو لابس بدله الجيش وقصاده صوره زوجته، وبيفضل يشرب وهو في حاله نفسيه سيئه جدا، وبيكلم نفسه لحد ما بيغمى. وبيعرف ان النهارده ذكرى وفاه مراته ماتت وهي بتولد، وحاول ياخد اجازه من الجيش عشان يروح ينقذها ويجيب لها الدكتور، ولكن القاده رفضوا علشان كده هو حاسس بالذنب وشايف انه سبب في موتها وموت طفله. وبعد اللي اكتشفه دان بيعرف ان الراجل ده شايل كتير جدا جواه، وقبل ما يمشي بينحني ليه بكل احترام. تاني يوم بيروح دان للبحر وبيحاول يتدرب على تقنيه طائر الكركي، وبيقضي طول اليوم في تدريبات التوازن المختلفه واللي بقى شاطر فيها جدا. وكل ده احنا كنا في تدريبات الدفاع، ودلوقتي وقت تدريبات الهجوم، واللي بتعتمد على لكمات القايه وتركيز قوه الجسم كله في قبضه واحده، ولازم يكون متمكن منها علشان خلاص وقت البطوله قرب جدا. مياجي ما بيكونش حاسس ان ده مجرد متدرب عنده، لكنه حاجه اكبر بكتير، ويمكن زي ابنه علشان كده بيجيب له تورته وشمع وبيحتفل بعيد ميلاده، وكمان بيفاجئه بهديه جميله ملابس كاراتيه كانت عاملاها زوجته من زمن طويل جدا، وما بيلاقيش حد اغلى منه يديهوله. بس دان كان محضر له مفاجاه هو كمان بعد ما قدر يعدي اختبارات القياده وياخد الرخصه، ولكن مياجي لسه ملان بالمفاجآت وبياخد دان وبيخليه يختار عربيه من اصول عربيات تكون ليه ويعمل بيها اللي هو عايزه. وطبعا دان ما بيصدقش نفسه، بيكون في قمه سعادته وبيقعد في العربيه وهو مبسوط وهيطير من الفرحه. وبيديله مياجي اخر نصيحه انه يروح
يروح ويلاقي التوازن مع اللي بيحبها. وبالفعل بيتحرك دان بالعربيه وبيروح علشان يشوف إيلي في مركز الالعاب، وبيشوفها من بعيد مع اصدقائها فبيحاول يتكلم معاها ويعتذر لها، بس بتكون متضايقه منه جدا ومش راضيه تتكلم معاه، فبيقول لها انه المفروض اللي يزعل بعد اللي حصل في الحفله، وطبعا بيسيبه وبتمشي. وبتيجي صاحبتها بتتكلم معاه وبتفهمه ان هو اللي غلطان لانه ما وقفش للاخر وشاف اللي حصل، لان إيلي ضرب جوني بالقلم بعد اللي عمله، وساعتها بيتكسف دان من اللي عمله وانه جرحها بالشكل ده، وبيجري وراها وبيعتذر لها بشده وبيصالحها، وهي علشان بتحبه بتنسى كل اللي حصل وبتحضنه وبيرجعوا السمن على عسل. وهو بيكون محتاج ان حالته النفسيه تكون في احسن حالتها لان بكره البطوله، وبيطلب منها تكون موجوده جنبه وتشجعه. وبعد كل ده بياخدها يفرجها على العربيه وبيخليها تسوقها وبيقضوا يوم كله سعاده. بيجي يوم البطوله علشان يقدر دان يخشها لانها للمحترفين بيضطروا يكذبوا على المنظمين وبيقولوا لهم انه معاه الحزام الاسود وانه محترف. واثناء ما دان بيلبس هدومه بيجي جوني واللي معاه وبيمسكوا في خناقه بيهددوه علشان ياثروا عليه نفسيا. وساعتها بيجي واحد من المنظمين وبيفصل ما بينهم، وبيجي وقت مباراه دان وما بيكونش مياجي عارف اي حاجه عن القوانين، ولكن ايه اللي بيتفهمه انه المفروض يجمع النقاط عن طريق ضرباته كل ضربه بنقطه. بيخش دان وبيقابل خصمه، اول لما بيهجم عليه بيخاف وبيجري وما بيكونش قادر يواجهه لان ده اول قتال ليه، فبيحذروا الحكم انه لو خرج تاني من الحلبه هيخسر نقطه. فبيضطر دان انه يواجه خصمه، وفجاه انه بضربه واحده بس بيقدر يوقعه وما بيكونش قادر على الحركه، وبياخد نقطه بسهوله ومعاه بيكتسب الشجاعه وبيثق في نفسه وبيقدر يفوز بالمباراه. وبيقف يتفرج على جوني واللي معاه بطريقتهم العنيفه في القتال وهم بيشقوا طريقهم للفوز. ومع مباريات دان المتعدده هو كمان بيفوز بكل سهوله وبيلاقي نفسه في غايه القوه بالنسبه لخصومه. ومع تقدمه في المباريات بيلاقي خصومه اقوى بكتير ولكنه بيكون قادر على مواجهتهم والفوز عليهم وبيكتسب خبره اكتر، وده بيخلي المعلم الخاص بجوني يقلق منه وبيبقى خايف لا ينتزع منهم البطوله. وبيجي وقت مباراته مع واحد من اصدقاء جوني وبتكون مواجهه صعبه، بس بيقدر يكتسب نقاط كتيره وبيفوز، بس للاسف بيتصاب في ضلعه وبيصعد للتصفيات. وفي نفس الوقت بيكون مباراه نصف النهائي وبيقابل جوني خصم قوي جدا، وبسبب مهارات جوني القتاليه وقوته العاليه بيقدر يوجه له ضربات عنيفه وبيفوز عليه بسهوله وبيتاهل للنهائي. ودلوقتي هنشوف مين اللي هيقابله، هل هو دان ولا صديقه بوبي. واللي قبل ما يطلع للحلبه بيأمروا المعلم يضربه ضربه غير قانونيه يخليه غير قادر على القتال علشان يخسر من جوني، ولكن المشكله ان اللي هيعمله ده هيخرج بسببه من البطوله النهائيه. وفي الاول بيرفض ينفذ الاوامر، ولكن مع اصرار المعلم بيوافق غصب عنه. وبيطلع بوبي وبيضرب دم بقوه شديده جدا في رجله لدرجه انه بيقع على الارض من الوجع، وبيشكو انها اتكسرت ويفضل بوبي يعتذر له على اللي عمله وبيعرفوا ان ده غصب عنه. وبعد اللي حصل بيتأهل دان للنهائي، ولكن قصاده ربع ساعه بس ويكون جاهز للقتال، فبسرعه بياخدوه للعياده. وبعد ما الدكتور بيكشف عليه بيقول له انه مش هيقدر يقاتل، فبيحزن دان جدا وبيقعد يعيط وبيطلب من الكل يسووه مع مياجي لوحدهم. وبيكون عنده اصرار رهيب على القتال وبيرفض انه يخسر بالطريقه دي وانه يسيب جوني والمعلم بتاعه يفوزوا بالغش والخداع. وبيطلب من مياجي يسكنه القلم بطريقته الخاصه علشان يطلع للمباراه. وبنرجع للحلبه وكان الحكم خلاص هيسلم الكاس لجوني، بس الكل بيتفاجئ ان دان بيخش للحلبه ويقاتل في المباراه النهائيه، والجماهير كلها بتهتف باسمه وبتشجعه. ومع دخوله بيتهز جوني وما بيبقاش مصدق اللي بيحصل، ولكنه بيحاول يهجم باقصى طاقته، ولكن دان بيتصدى لكل ضرباته بيقدر يضربه بقوه وبيخطف منه نقطه مهمه جدا. ومع اصراره بسبب تدريباته العاليه بيوقع جون على الارض وبياخد نقطه ثانيه، وبكده فاضل له نقطه واحده على الفوز. فبيروح جون وبيتكلم مع المدرب بتاعه اللي بيقول له يضربه على رجله المصابه، وساعتها جون بيصدم لانه عايز يفوز بشرف. وبعد اللي عمله دان بقى جواه احترام كبير ليه، وبالرغم من كده بيوافق على اوامر المعلم وبيخش للمباراه وهو متردد. وبينفذ تعليماته بيخطف نقطه بسرعه وبيتكمل المباراه وبيدافع دان بكل قوته، لكن للاسف جوني بيخطف نقطه ثانيه والجماهير بقت بتهتف ضده لانه لاعب غير اخلاقي. ودلوقتي اخر نقطه واللي هيفوز هيبقى البطل. وفي اللحظه دي جون بيقرر يخرج اسوأ ما فيه وبيمسك رجل دان وبيضربها بقوه، فبيقع على الارض وبيتألم بشده وسط صدمه الجميع. ولكن دان بيقوم تاني وبيعملوا تقنيه طار الكركي وبيقف على رجل واحده، وفجاه بيطير في الجو وبيضرب جوني في وشه، وبكده بياخد النقطه الثالثه وبيفوز بالبطوله الاسطوريه وسط فرحه الجماهير وكل محبينه. وفي اللحظه دي بيفهم جوني ان القتال بشرف اهم شيء، وبياخد الكاس وبيسلمه لدان بنفسه وبيهنيه على الفوز المستحق. ومياجي بيبقى واقف فخور بتلميذه اللي قدر يحقق هدفه وحلمه. وبكده بيكون فيلمنا خلص، استنونا في فيلم جديد واكشن جديد.